المشكلة عندي؟ المشكلة إذا جوزي هلا شافني على اللايف ما عنده مانع؟ لا غيرة موتني الغيرة العراقية هيدي لا عبالش لعد احنا شبابنا شنو؟ ما بتلبس جينز كمان بتعلقوا عليها ما يقبلوا حتى بنطلون تلبسي؟ احمدي ربك ما لبسك حجاب. ما هو بعد ماشي بالموضوع. شفتي حسيت ما احنا العراقيين دم واحد يعني نفهم على بعض. اي والله من غير ما نشوف يعني. كلش غيور. الله يحفظه الله يحفظه ويخلي لي ان شاء الله وما يحرمني منه. زين انت العد اذا هو كلش غيور والحياه الزوجيه حلوه والدنيا ماشيه ليش تزوجين ابو عبد الرحمن؟ مو هو والله دينق يعني. شنو انت شنو قابله؟ كلش لا ما قابله طبعا. ما مبين لا طبعا اكيد لا بالعكس سلايه بالوجه مرايه وبالقفا سلايه. لا ساعتها سيفي بيتشجع على الموضوع اذا شاف جوز اتجوز انا مش لمصلحتي ابدا توافقين ابد لا توافقين ابدا دائما خليك رافضه هاي الفكره. اكيد طبعا يتشجع جوزي على السوريه لانه بالضبط لان السوريه واللبنانيه بصراحه كثير بيتدلعوا بطبيعتهم. العراق تدرين بيحانون يعني تدرين على كل الدول المجاوره الحنيه يعني فول حنيه يعني والله اي والله ما بتساعد. انتوا يعني اللبنانيات والسوريات كله ابن عمي وبتتغنجوا واحنا شبابنا بالقوه لازميهم. انا بس بدي شيء من جوزي بقول له ابن عمي تاج راسي. بقول لي شكو يا بنات ما تقولوا ابن عمي يعني شكو قولوا ابن عمي تاج راسي صعبه. تقبرني من يحكي لها المصطلحات بالعراق وهي ما تفهم وترد له بدلع يعني فد شيء. دعوه بنات ترى سهله ابن عمي تقبرني تاج راسي حفظوها رددوها. سنتين معرفة انه القهوة معناتها شوز بالاول كنت مفكرة معناتها بحبك هو يقول لي قهوة وجه القهوة ما ادري شو يعني معناتها بحبك بعدين فهمت انه القهوة معناتها شوز. مش اي شوز كمان شوز كتير قديمة. ليش هيك شويت بعدنا وياك بتصبح بدك نسكافيه بدنا وتاكل فراوله وهالاشياء وكرز يعني احنا هو باقي له بدهن شاي وشي ما يرد راسه مستحيل يعني والله بالاربعه ياكل تمن والله العظيم. طيب وين شو معنات شكول ورد الباقله؟ شو معنات شكول ورد الباقله؟ هاي على طول بيقول لي اياها بس بعد ما كنت اعرف معناها وما حدا عم يرضى يقول لي بيقول لي شكول ورد الباقله شو معناتها؟ بس اذا حدا بيقدر يفيدني من الموجودين ان شاء الله والله كل عمرك ما تعرفين. شنو الكلمه شنو؟ شكول ورد الباجله تعرفين شنو معناها؟ شكول ورد الباجله كتبوا لنا بالتعليقات وهي راح تقرا التعليقات. شكول ورد الباجله كتبوا لها لبنانيه ومتزوجه عراقي والعراقي منطقه مفردات لا ما تنسمع فانتم تقول لها يقول لها حميد تعاي والله هاي مال واحد يقول لها حميد. هاي حميد هيدا اسم الثاني. هاي حميد الله ما تخافوا هاي حميد اسمك الفني. هيدا الاسم الفني. زين انت شنو اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي ايمان. اوكي صح. انت ما بيلبق لك ايمان بيلبق لك ريتا. فكرت حميد. هذا مو حميد هذا باعي اذا كان زوجك هذا ذوقه احنا ما نمشي ورا زوجك. لا زوجك يعني هو شويه يعني استثناء بالعراق طبعا ولا هم كلهم هيك الله يستر عليهم. بس نحاول نبيض الصوره احنا العراقيين من نتغزل شويه ندوس يعني الميانه تاخذنا يعني وجه الباقله وجه التشوب وجه عادي هاي من الحب الهوايه. بعد في غيرك شنو اكو اشياء نقدر نسمعها نتمنى ما تطلع شيء غلط يعني كلش. ريحة ايش؟ ريحة الخروف. شنو؟ في مصطلح بعدين قد ما سألت عرفت شو هو بس ما حفظته صعب. زين طلع اخر شيء انه شيء بالخروف ريحة الخروف. شو هي ها؟ احنا نعتذر نيابة عن زوجك. طيب ايمان سؤال انت ما تروحي سفرة؟ الغيرة ما بيقبل بغالي ايه بغالي انه انا اروح او اطلع او شيء هنيك او طيب اتعلم العادات القديمه او هو صعب. انت كنتي غير؟ ايه طبعا كنتي اوبن مايند؟ طبعا بس بعد الزواج كل شيء تغير تقريبا يعني تبدلت من انسان لانسان ثاني من بعد الزواج. شوفي هو اني بالحب طبعا ما حد يقدر يقول له لا هو تنازلات اكثر طبعا هي انا ما تغيرت يعني انا كشخصيتي بعدها مثل ما هي بس تنازلات يعني انا اللبس عن عاداتي القديمه كرمال انه يكون
في تفاهم بيناتنا. طبعا انه صار في بيناتنا بيبي، يعني صار انه لازم يعني الله يوفقكم يا رب. وهو بيتنازل كمان كثير كرمالي، يعني مش بس انا والله. الحمد لله، الله يسعدكم حبيبتي، وان شاء الله يا رب تربون بنتكم بخير وبركه وسلامه ان شاء الله حبيبتي. ثانك يو. ويحفظكم يا ربي. أنا كثير اصلا حبيت شعب العراق واهل العراق، كل وعن جد يعني ما اوكي صح لبنان يعني بلدي، صح. والعراق ان شاء الله بلدي الثاني. اكيد على راسنا، نتشرف بيك، انت تفنتنا اصلا يعني. حبيبتي